السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة. أنا بعمله بطريقتي دي، ودايما بيطلع معايا حلو جدا، طعمه في منتهى الجمال ومورق وطري وهش كده وعالي، وبيبقى حلو جدا. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. أول حاجة طبعا معايا الصينية اللي هعمل فيها، دهنها سمنة كويس جدا من تحت كده ومن الجناب، ومعايا كمان معلقتين كبار سمنة مسيحاهم هدهن بيهم بين الطبقات. ودلوقتي هعمل التشريبة اللي هسقي بيها الجلاش من فوق. دي بضاية ورشة ملح ورشة فلفل اسود ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة ومعلقة كبيرة ممسوحة نشا، والنشا هنا بيخلي الجلاش عالي معايا ومورق وبيبقى حلو جدا. يعني مهم قوي قوي معلقة النشا اللي بحطها دي، بتفرق جدا جدا في الجلاش. وخدت كمان من معلقتين السمنة اللي انا مسيحاهم معلقة حطيتها على التشريبة بالشكل ده. دي بتدي الجلاش لون حلو من فوق. انا ما بحتاجش احطه تحت الشواية ولا اي حاجة، هو بياخد لون كده وهو في فرن البوتاجاز. هنبدأ بسم الله. دي الصينية بتاعتي طبعا الطريقة المعتادة للجلاش، بنحط ورقة وندهن سمنة بالشكل ده. وطبعا نحاول ما نكترش قوي، ما نبقاش مغرقين الجلاش سمنة بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين انا بضغط دايما كده على الجناب عشان ما تبقاش عالية وتتحرق معايا. هنخلص نص كمية الجلاش بالشكل ده، بين كل طبقة وطبقة هندهن سمنة بسيط. وهنا طبعا الجلاش بالطول كده بيبقى اطول شوية، او اسفة بالعرض بيبقى عريض شوية عن الصينية. فانا بتني مرة من ناحية ومرة من ناحية، يعني المرة دي تنيت من تحت، انا بوريكم كده. المرة الجاية هتني الورقة من فوق عشان تبقى كلها متساوية. هخلص نص كمية الجلاش ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده خلصت نص كمية الجلاش ودهنت بين الطبقات سمنة. وهحط اللحمة المعصجة بتاعتي. واللحمة انا دايما بعصجها، بحط اللحمة الاول مع معلقة سمنة كده على النار تسخن، انزل باللحمة واسيبها لغاية ما تنزل ميتها وتشرب ميتها تاني. وبعدين احط كمية البصل اللي انا عايزاها. انا حاطة بصلتين كبار، ده اقل من نص كيلو لحمة معايا، وملح وفلفل وجوز الطيب وبهارات لحمة. بس دي البهارات بتاعتي للحمة المعصجة، بتطلع في منتهى الجمال. بكمل كمية الجلاش الطبقة بقى اللي فوق بنفس الكمية بعد ما وزعت اللحمة المفرومة المعصجة بالشكل ده. وهقطعها اي تقطيعة بقى انت عايزاها، قطع صغيرة قطع كبيرة مثلثات مربعات زي ما تحبي. قطعت الصينية كلها بالشكل ده. عايزة تصغري القطعة طبعا عن كده صغريها. بعد كده هدخلها الفرن 10 دقايق بالظبط، درجة حرارة 180. بسيبها 10 دقايق في الرف الوسطاني وبطلعها. انا بحركها كده، خلاص الجلاش فصل من تحت بقى يتحرك في الصينية. هبتدي احط بقى التشريبة اللي انا عاملاها، اوزعها على الجلاش كويس قوي. هي كوباية لبن مع المكونات اللي حطيتها كفاية قوي للفة جلاش. والصينية بقى ايا كان حجمها، مدورة مستطيلة مربعة ايا كان، الكمية دي من التشريبة حلوة قوي. هدخلها الفرن. قعدت بالظبط في الفرن 25 دقيقة وطلعت بالشكل ده، حلوة جدا وطرية ومورقة. عايزة اقولك لو ما خدتش لون معاكي كده
يعني بتفتحي عليها الشواية بالظبط دقيقة او دقيقتين. تشغلي الشواية وتراقبي الصينية عشان ما تتحرقش منك. واول ما تطلع صينية الجلاش معاكي لازم تغطيها بصينية تبقى كلها متغطية او بفوطة مطبخ، وتغطيها كويس عشان تطرى، عشان اول ما بتطلع طبعا بتبقى ناشفة ومقرمشة شوية. انا سبتها تهدى. اول ما طلعت وغطيتها بفوطة مطبخ يعني 10 دقايق كده، وبعدين قطعتها طلعت معايا بكل سهولة من تحت. حلوة جدا، والطبقات بتاعتها كده مورقة وهشة، وطعم الجلاش في منتهى الجمال. انا بوريكم من جوه، وهوريكم كمان الطبقات بتاعته والتوريقة بتاعته. طبعا مش لازق في الصينية ولا اي حاجة خالص، بالشكل ده كل ورقة بورقتها كده، وطري معايا جدا وهش وحلو قوي. اتمنى طريقتي تكون عجبتك وتجربيها، وان شاء الله هتعتمديها دايما في طريقتك في عمل الجلاش.